السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. جاني سؤال بيقول هندسة، إيه هو الفرق بين الميدة والسمل والشداد؟ طبعا من منظرهم أو ده الرسم الكروكي ليهم. لو خدنا في الأول كروك كده مكان البشاور، لو قلنا إن الميدة هتكون بالشكل اللي إحنا شايفينه ده اللي عليه السهم. بعدها بيكون السمل، بعدها بيكون شكل الشداد. لو جينا للوظيفة هنقوله إن الميد والسمل يعتبر متشابهان في التنفيذ والتصميم أيضا. لو قلنا وظيفة الميدة بتكون عبارة عن كاميرات رابطة، ولكن بتكون جسائدها عالية، العمق بتاعها لا يقل عن تمن البحر، وتستخدم الميد لربط القواعد المنفصلة مع بعضها وتعمل كوحدة أثناء الهبوط. اما لو جينا للسمل هنلاقي شكله زي ما احنا شايفين قدامنا كده، عبارة عن كمرات رابطة بين القواعد المنفصلة وبين بعضها، ولكن السملات بتحمل حوائط الدور الأرضي وبتعمل لي برضه نفس وظيفة الميد، اللي هي ما تعمليش فرق هبوط بين القواعد وبين بعضها. إن لو في هبوط الهبوط ينزل كله، أو الهبوط ينزل بمقدار واحد للقواعد مع بعضها، وطبعا ربط القواعد. لو جينا بقى نتكلم عن الشداد مختلف خالص عن الميدة او السمل، وذات اهمية اكثر من الميدة او السمل. طبعا زي ما احنا شايفين الشداد بين عمود جار وبين اقرب قاعدة داخلية، او بين قاعدة الجار وبين اقرب قاعدة داخلية. احنا لو جينا نتكلم عن وظيفة الشداد او اماكن استخدام الشداد بيستخدم بين قاعدة الجار واقرب قاعدة داخلية لقاعدة الجار. طبعا الشداد وظيفته غير وظيفة السمل او المياد خالص. الشداد بيربط بين قاعدة الجار وقاعدة واي قاعدة تانية داخلية، او اقرب اي قاعدة داخلية لقاعدة الجار. وده حتى لا تنقلب العزوم، لان انا عندي العزم عند عمود الجار بيبقى علوي، بعكس العزم بين القواعد الداخلية وبين بعضها. طبعا هنشوف شكل التسليح او شكل العزم عامل ازاي كمان شوية. لو جينا نقرا كده هنلاقي ان بيقول لك يربط الشداد بين جهة عمود الجار واقرب بتاع داخلية حتى لو انقلب قواعد الجار لترحيل العمود عن مركز القاعدة. طبعا لو سيبنا عمود الجار ده والقاعدة الداخلية من غير شداد، هنلاقي ان هنا في ترحيل للسي جي بتاع العمود او القاعدة. لو قلنا بالنسبة، لو هنقارن بينهم بالنسبة برضه للأحمال، زي ما احنا شايفين كده بقول لك مقاومة الإجهادات الناتجة عن حركة القواعد والهبوط المتفاوت بينهم. يعني برضه زي ما قلنا مقاومة الهبوط نفس الكلام في السمك، هنلاقي مقاومة برضه الهبوط أو الأتربة، ولكن حوائط الدور الأرضي، يعني بحمل حماية الدور الأرضي وبحمل الأتربة. بعد كده لو جينا لوظيفة الشداد هنلاقي وظيفته مختلفة تانية خالص عن وظيفة الميادة أو السمل. الشداد بيقول لك مقاومة العزوم الناتجة من ترحيل عمود الجار وأحمال الحوائط الموجودة. طبعا لأن أنا عندي في حوائط هنا على الشداد أكيد. طبعا بقاوم الأحمال أو العزوم الناتجة من ترحيل عمود الجار، لأن طبعا عمود الجار بيبقى على طرف القاعدة مش في منتصفها، وده بيعمل ترحيل للسي دي ومقاومة الأحمال. التسليح المادة أو عدد المادة أو السمل دايما بناخدهم، أو عامة السمل بناخده 4 في 16 بيكون دون تصميم، وده في المباني السكنية. أما المادة بيكون التسليح العلوي هو الأساسي، والتسليح السفلي متماثل ويمتد لربع البحر المجاور من الجهتين، والكنات بتكون مستمرة داخل إلى واعي. تسليح السملات على انها كاميرات مستمره يحدد الحديد العلوي الحديد السفلي او نصفه، وعادة ما يؤخذ الحديد العلوي زي ما قلنا 4 في 16 في المباني السكنيه، ولا يتم حسابه اصلا. اما في الشداد الحديد الرئيسي بيكون هو الحديد العلوي، وده عشان خاطر ان العزم عندي مقلوب من ناحيه عمود الجار او من ناحيه قاعده الجار. لو جينا نقرا هنلاقي مكتوب الحديد الرئيسي هو الحديد العلوي لتحمل العزوم الناتجه في منتصف البحر نتيجه ترحيل عمود الجار، اللي هو العزم ده يا جماعه كده. بعد كده لو جينا للمنسوب هنلاقي الاستملات والميت بينفذوا في نفس المنسوب القواعد المنفصل. واما الشداد بينفذ برضه نفس المنسوب القواعد المنفصله. يبقى كل الثلاثه يا جماعه بينفذهم او بتنفذهم في نفس المنسوب بتاع القواعد المنفصله، ولكن الشداد بيكون ابعاده على حسب التصميم. اما عامه الميده او السمل
بيكون نفس ارتفاع القاعدة المنفصلة ونفس المنسوب. بقول لك عامة في السوق أو في التنفيذ حاليا ما بتلاقيش يعني إيه، ما بتلاقيش فرق كبير بين المادة والسمل، إلا لو ظهر أو في تقرير التربة أدى إلى بعض القواعد يتعمل لها مياد مخصوص، بيكون القواعد دي أو النوعات دي بيكون فرق الهبوط فيها عالي جدا. دي التفصيلة أو الفرق بين المادة والسمل والشداد واستخدام كل واحد وعزوم كل واحد منهما. يا رب ننال إعجابكم وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.